ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت سندوتشات البرجر. عايزه اقول لكم جميله قوي، تحفه قوي. يعني بصوا، افخم المحلات بصراحه مش هيطلع الفخم ده. ايه رايكم بقى الجمال؟ هنا اول حاجه طبعا معايا خلطه البرجر، تمام. وكيلو لحمه عجالي، ده انا فرماه عند الجزار. إيه، هناخد معلقه بس من البرجر، 3 معالق بقسماط مطحون، كاتشب، بيضه، ملح، بصل باودر، توم باودر، فلفل اسمر، بابريكا، كبابة صيني، جوز الطيب مطحونين. تمام. اول حاجة هعجن اللحمة بعد ما كنت فرماها كويس عند الجزار. هعجنها كويس خالص. نطقش البيض عليها. التوابل، معلقة برجر، معلقة كاتشب عليهم عشان يمزز الطعم ويخليها طعمها تحفة بجد. الطريقة دي بجد بجد جربوها تعجبكم قوي. طبعا الملح، وهندوق برضو لو عايزة ملح تاني ناخد الكلام ده كله ونعجنه في بولة كويس جدا لحد ما تبقى كده عجينة يعني بصوا تتشكل معاكي. عجينيها كويس. طبعا معانا مكبس، بصوا انا ضفت، لقيتها لينة كده شوية، ضفت معلقتين بقسماط ناعم. تمام، لحد ما تبقى كده عجينة حلوة. يعني بصوا تبقى طرية وفي نفس الوقت برضو تتشكل معانا، مش طرية قوي. تمام كده، بصوا بعجنها كويس جدا. طبعا خدت ربع ساعة عجنتها. بصوا هنا مكبس. المكبس ده موجود طبعا في اي معرض وموجود كتير بره، بس انا جايباه من بدري. تمام. هنا طبعا معايا الاكياس دي، اكياس العادية التلاجة، انا قطعتها كده بالمقص ل4. تمام، هنحط كيس فوق كيس كده وهنكبس بالمكبس. وطبعا البرجر ده قبل ما يعني بعد ما هشكله كده هيقعد في الفريزر ساعة، ساعة لولا ما نحمره. تمام. تمام. طبعا انت هتظبطي اي حاجة. بصوا كده، ممكن كمان لو مش عندك المكبس ده هتعمليه عادي بالغطا برطمان عندك. اي غطا برطمان هتعمليها عادي. برضو بنفس الحكاية، هتحطي كيس تلاجة وهنقطعها زي كده الأكياس وهنعملها بالطريقة دي. يعني اعتبري كأنك معاكي مكبس. تمام. الاتنين هيبقوا حلوين. طبعا انا بدوس واضغط كويس عشان إيه ما تفكش منك. لازم نضغط كويس. طبعا حاجة انت ضامناها في بيتك وضامنة اللحمة بتاعتك، بتكوني جايباها من عند الجزار. لكن اللي بره دي مش مضمونة معمولة ايه وفيها فول صويا. لكن احنا مش حاطين فول صويا خالص، يعني البرجر عاملينه صحي خالص. طبعا هنا معايا زيت، بعد ما قعد في الفريزر ساعة هحمره عادي. لازم يقعد في الفريزر ساعة. تمام. النار وسط طبعا وبزيت. تمام، والزيت مش كتير لو تلاحظوا كده، يدوب كده حاطة 4 معالق زيت، يعني مش كتيرة. زيت مش مغطاية من فوق. تمام. ممكن كمان زبدة، يعني ما اشترطش زيت. ممكن لو عندك زبدة سمنة حمري بيه البرجر بتاعك. تمام. انا بصراحة مش بحب اجيب البرجر الجاهز بره اللي في الاكياس وكده في السوبر ماركت، عشان بيبقى متضاف له فول صويا، والفول الصويا برضو فيه اضرار كتير. هنقلب كده عادي ونحمره عادي. بجد بجد سندوتش الهمبرجر ده تحفة، هيعجبكم قوي قوي.
تمام، انا اقلبها كده، واول ما تاخد لون معانا كده خلاص هنخرجها. لو عندك مناديل مطبخ تمام، ما عندكيش عادي خالص، طلعي على كده. بجد بجد احلى برجر هتاكلوه، يعني بص كأنكم كده هتاكلوه من عند ماك. بجد جميل قوي قوي. هنا طبعا جبنا برضو العيش الكايزر، وهنا جبت عملت سلطة طحينة بالخل والليمون والكمون. تمام. بديل طبعا المستردة والحاجات دي انا مش بحبها. حطيت عليها كاتشب كده. وطبعا الطحينة دي معروفة ان هي صحية، بس انا مش بحب ان انا ازود اي حاجة تاني. طبعا الجبنة دي انا مشتريها من اي سوبر ماركت، آه، ب50 جنيه. تمام. طبعا الفيديو ده قديم، فانا بصراحة جايباها من بدري الجبنة دي، يعني معرفش دلوقتي ممكن تكون غليت. هندهن كده من سلطة الطحينة، وحاطين طبعا كاتشب فيها، بس عايزة اقول لكم طعمها تحفة جدا، احسن من المستردة والحاجات دي. طبعا خاص، فلفل، فلفل، شريحة واحدة، شريحة جبنة. تمام. طبعا انتي زي ما انت عايزة، الحشوة اللي انت عايزاه برضو حطيها، اللي انت بتحبيه كله حطيه. عايزة اقول لكم احلى سندوتش برجر هتاكلوه في حياتكم. بصوا بقى تحفة بجد. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة انت ضمنها في بيتك. على فكرة السندوتش ده اختي كلته بره ب150 جنيه. يعني بصوا بصراحة غالي جدا. اصحابها جابوه برضو ب150 جنيه. بنوتة طبعا هي عايزة تفرح ومع اصحابها. ولكن بصراحة هي قالت لي انت كان احلى، البرجر بتاعك انت كان احلى بجد، عشان طبعا لحمة عجالي وحاجة انت ضمنها في بيتك، عاملاها بجودة عالية. تمام. ايه رأيكم بقى؟ بصوا تحفة بجد. عملت، عايزة اقول لكم الرغيف ده شبعنا بجد، جميل قوي قوي قوي. لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كرس يشترك، اعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. ده كان فيديو النهاردة، ايه رأيكم بقى؟ جميل قوي قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.